هنيئا لمن ساهم وأعطى وأنفق. ولعلي أذكرهم فقط بآية ترغبهم في هذا الفضل العظيم. ترى الإنسان إذا قربت حياته تنتهي ونزل عليه ملك الموت وقت الاحتضار: يا أيها الذين آمنوا أنفقوا مما رزقناكم من قبل أن يأتي أحدكم الموت فيقول ربي لولا أخرتني ليش إلى أجل قريب. لاحظوا، يبغى يرجع للدنيا ولو شيء بسيط. قال فأصدق، ما قال أقوم أصلي رغم فضل الصلاة وعظمها، ولا روح أبر أمي وأبوي، قال فأصدق. قال العلماء لسببين ذكر الصدقة: إما أنه رأى فضل الصدقة وهو من أهلها وتمنى أنه ازداد منها، وإما أنه رأى فضل الصدقة وهو ليس من أهلها فيرغب أن يرجع للدنيا حتى يتصدق حتى يرحمه الله بهذه الصدقة. هذا عند لحظات الموت.